في حي المدينة الجديدة بوهران في زنقة القيد عمر تسكن عائلة الخضر منذ عقود. لا شيء يجعل هذه العائلة تختلف عن العائلات الأخرى التي تسكن حي المدينة الجديدة. يعرف الجيران أن علي رب الأسرة أمضى سنوات طويلة من الخدمة في البلدية قبل أن يحال على التقاعد منذ 2 سنين. لم يعد يسكن مع علي الخضر في منزله ذاك سوى أصغر أبنائه ال4 حسين الذي يعمل مساعد صيدلاني. تمضي زوجته مليكة معظم أوقاتها في الاعتناء بشؤون البيت. في العام 2000 في أوائل مارس سلمه ساعي البريد رسالة جاءته من المغرب، لم يكن مكتوبا عليها اسم الذي بعث بها، ولم يكن علي الخضر قد توصل من قبل برسالة من المغرب، وقد تحاشى فتحها أمام زوجته تفاديا لأسئلتها. يريد أن يعلم أولا من بعث بتلك الرسالة من المغرب وما مضمونها، فإن كان خيرا قال لها، وإلا فإنه سيبتلع سره كما ابتلع أسرارا كثيرة من قبل. كانت مليكة لحظتها في المطبخ، تسلل إلى غرفة النوم، أخرج نظارتيه ووضعهما على عينيه، قرأ اسمه المكتوب بحروف واضحة: علي بن بوزيان بين قوسين الأخضر. كان في ذلك ما يكفي لتتسارع دقات قلبه خوفا أم فرحا لا يدري. نظر إلى باب غرفة النوم، ولما أيقن أنه موصد هم بفتح الظرف الموشاة حواشيه بالأزرق والأحمر. بتلقائية نظر إلى سبابته وإبهامه يمسكان بالظرف استعدادا لتمزيق الحاشية. تردد قليلا وراح يدقق في الختم الذي وضع على الرسالة. كان يشير إلى أنها أودعت البريد في الحسيمة بتاريخ 20 من فبراير من العام 2000. عادت به الذاكرة بعيدا إلى الحسيمة. وحده يعلم أنها مدينته التي هجرها في أواخر خمسينيات القرن الماضي ليستقر في الجزائر. وحده يعلم ولا يريد أن يعلم أحد سره ذاك. ثم اكتسحت التساؤلات ذاكرته التي لم تعد تقوى على امتصاص الصدمات. يحيره سؤال كبير: من هذا الذي يعرف أنه ابن بوزيان الفلاح المعروف في قرية إمزورن؟ ومن يكن هذا الذي استطاع أن يعرف عنوانه واسمه العائلي الأخضر؟ لعل الرسالة تحمل جوابا شافيا. كذلك قال. مزق الحاشية وسقطت على الأرض، ثم أخرج ورقة بيضاء بها مربعات صغيرة وقد طويت بعناية، وبدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. عمي العزيز علي، أرجو الله أن تجدك رسالتي هاته متمتعا بكامل الصحة والعافية. أعلم أنك لا تعرفني وربما فاجأتك رسالتي. صحيح أنني لا أعرفك لأنني ولدت سنين عديدة بعد اختفائك، ولكنني أعرف قصتك مع ذاك الشخص الذي ترك كاتب الرسالة فراغا قبل أن يواصل: وإنني أظن أن عائلته نسيت الأمر ولم تعد تطالب بالثأر. لقد حكى لي والدي كل شيء عنك قبل أن يوافيه الأجل المحتوم قبل 5 سنين. كان رحمه الله آخر من بقي حيا من أشقائك. قرية إمزورن حيث ولدت وأمضيت سني طفولتك وأجمل سنوات الشباب لم تعد قرية، صارت مدينة. ربما لن أبعث لك برسالة ثانية. لقد أردت أن أخبرك بأن نصيبك من الإرث ما زال ينتظرك، وهناك من أبناء إخوتك من يستعجل تقاسمها. وإذا ما أردت المجيء فستجد رقم هاتفي على ظهر هذه الورقة، والسلام. الإمضاء عبد اللطيف. لم يضف إلى اسمه لقبا ولا كنية. على ظهر الورقة كتب رقم هاتفي. رفع علي بصره فاطمأن أن لا أحد دخل الغرفة. مضت به الرسالة بعيدا ولم تجب عن سؤاله عمن دل هذا الذي وقع الرسالة باسم عبد اللطيف على عنوانه واسمه العائلي. لا يذكر أنه التقى أحدا من المغرب في الأعوام الأخيرة. يظن أن آخر من التقاه مغربي متزوج من جزائرية يقيم في فرنسا. لم يكن من الحسيمة.
ولا يذكر أنه غاص معه في حياته الخاصة. أعاد طي الرسالة وأدخلها الظرف، أخذ الحاشية المزركشة التي كانت على الأرض وأخفاها في جيب معطفه، لا يريد أن يترك أثرا حتى لا يسأل. في تلك الأثناء نادته مليكة، فهم أن وجبة الغذاء جاهزة، خرج من غرفة النوم كما دخلها متسللا، وهو على مائدة الغذاء لمحت في عينيه شرودا، حاولت أن تتظاهر بأنها لم تلحظ شيئا، ولكن شروده ذاك استفز فضولها، أرادت أن تعرف. سألته عما يشغل باله. لا شيء، قال، ولما ألحت عليه هم بالنهوض. تراجعت عن إلحاحها، لقد خبرت في الماضي غضباته تلك التي تستمر أياما وليال. حتما سيأتي يوم بلحظة مناسبة يبوح فيها بكل ما يخفيه، عليها أن تنتظر تلك اللحظة. في الأيام التي تلت لاحظت مليكة أن الشيخ بدأ يميل أكثر فأكثر إلى العزلة، وعلى غير عادته كان قليلا ما يشاركها الحديث، وقد أيقظ فيها ذلك غيرة المرأة التي كانت قد افتقدتها منذ سنين كثيرة. ثم ذات مساء سألته عن سبب عزلته تلك، لم تدع له فرصة للتهرب من الجواب، إذ طوقته بأسئلتها التي توزعت بين سؤاله عن السر الذي يخفيه، وعما إذا لمس منها تقصيرا في واجباتها كزوجة. ولقد بادر إلى النفي، ولم تحصل مليكة على الكثير، ولكنها لم تفقد الأمل. فكر علي في قطع الخطوة الأولى وربط الاتصال مع ذلك الذي بعث إليه بتلك الرسالة التي أربكت إيقاع أيامه. صباح ذات أحد حلق ذقنه وتعطر ولبس من أحسن ثيابه، وقال لمليكة إنه ذاهب إلى وسط المدينة للقاء بصديق قديم. لم يكن مقنعا، عاودتها نوبة من غيرة المرأة فيها، ولكنها أسرتها في نفسها. مضى علي إلى البريد المركزي وطلب إجراء اتصال مع ذلك الرقم الهاتفي في المغرب، وقد ظن أنه في مدينة الحسيمة. كان عليه أن ينتظر دوره، ثم نودي عليه وطلب منه الدخول إلى مخدع دلته الموظفة على رقمه. أمسك السماعة، بعد لحظات أجابه صوت رجل: ألو. ظل صامتا للحظة، كان مترددا، ثم سأل: هل أنت عبد اللطيف؟ عبد اللطيف من؟ أنا علي من الجزائر. أهلا بك. نعم أنا عبد اللطيف. استغرق وقتا يسأله عن أحواله وأحوال عائلته، ثم قاطعه علي لما لاحظ أنه أغرق في المجاملات. في رسالتك قلت إنك ابن أخ لي. نعم أنا ابن شقيقك علال رحمه الله. صمت علي حتى ظن مخاطبه أنه أنهى المكالمة. ألو، هل ما زلت هنا يا عم؟ نعم أسمعك. قل لي يا عبد اللطيف، من دلك على عنواني وعلى اسمي؟ خلال كل تلك السنوات لم يصل إلي أحد. سمعه يضحك، ثم قال له: العالم صغير جدا يا عم، لن أستطيع أن أكشف لك عن الذي دلني على عنوانك. ستعرف كل شيء حين نلتقي، وآمل أن يتم ذلك قريبا. ثم أضاف: هل لا زلت تتكلم الريفية؟ فاجأه السؤال، ولعله لم يجد من جواب إلا ضحكة أطلقها حتى اعتراه سعال. ثم انقطعت المكالمة. ظل للحظات يكرر: ألو ألو. لم يكن هناك من مجيب. في الطريق حاول أن يحصر حصيلة ما قام به، لم يحصل على ما كان يريده. كل السنوات التي يزيد عددها على 40، تلك التي أمضاها في الجزائر وجعلته جزائري الانتماء والهوى، انمحت فجأة. يتذكر الذي حدث صيف ذلك العام الذي لا يستطيع أن يحصره تدقيقا، ويجعله بين العامين 56 و57 900 و1000. يستحضر العين هناك في أطراف القرية، وتلك النسوة اللواتي يغسلن الثياب عند الساقية. ثم يستحضر وجه ذاك الذي أراد أن يهينه أمام فتيات القرية، كانت بينهن تلك التي كانت حبه الأول. لم يتحمل الإهانة، وكان عليه أن يثبت رجولته.
أمسك به من عباءته التي سرعان ما تمزقت ثم دفعه بقوة. بعد كل تلك السنين ها هو يؤكد ويقسم في قرارة نفسه أنه لم يكن يريد قتله. سقط الرجل على صخرة قرب العين، ارتطم بها رأسه. هرب علي وجاءه في المساء من قال له إن صاحبه قد فارق الحياة وإن إخوته وكانوا من أشد شبان القرية يبحثون عنه لياخذوا بثأر أخيهم. كان يعيش كل تلك اللحظات وهو يمشي. أخرجه من حلم اليقظة ذاك منبه سيارة كادت تدهسه. أسرع الخطى إلى المنزل. كانت زوجته مليكة تنتظره. لم تكن تخفي ارتيابها. نظرت إلى عينيه الحالمتين، سألته: هل التقيت صديقك؟ كان قد نسي الحكاية. أربكه ذلك السؤال وبعث في نفسه شكا. هل علمت مليكة شيئا من أسراره البعيدة تلك؟ لم يمهله السؤال إذ رأى عند قدميها تلك الحاشية المزركشة التي اقتطعها من تلك الرسالة التي جاءته من المغرب. ظن أنها وقعت على تلك الرسالة التي جاءته من المغرب من عبد اللطيف الذي يقول إنه ابن شقيقه علال. كررت السؤال: هل التقيت صديقك الذي قلت إنك ذاهب لمقابلته وسط المدينة؟ لاحظ أن سؤالها لم يكن بريئا، ولما لم يرد أخرجت من جيب قميصها الرسالة التي نسيها في معطفه. نظرت في عينيه وقالت: يبدو أنك تخفي عنا أسرارا، ما قصة هذه الرسالة؟ خفض الرجل بصره والتزم صمتا فهمته مليكة تزكية لشكوك تساورها، ثم نطقت بالسؤال الذي لم يكن يود سماعه: من أنت؟ من أنت؟ لم يجب. دخل غرفة النوم وأقفل الباب، بينما ظلت هي مكانها تقلب تلك الرسالة التي جاءت من المغرب. لم تكن تعلم، وأن لها أن تعلم، أن علي انهار على الفراش ما أن أغلق باب غرفة النوم. بكى كما لم يبك من قبل، ثم لم يعد يحس بأي شيء، لعله نام أو فقد وعيه. بعد ساعة أو أكثر دخلت مليكة الغرفة. كان ممددا على الفراش، لم ينزع ملابسه ولا خلع حذائيه. عيناه شبه مغمضتين، يتنفس ببطء لا يخفى. حركتها، نادتها، لم يستجب. الرجل فاقد وعيه. جاءت بماء بارد رشت به جبينه وهي تهمهم بكلمات لعلها أدعية. فتح عينيه ونظر إليها. تكلفت ابتسامة لم تنسجم مع الحزن والقلق المرتسمين على وجهها، ثم قال وكأنه يكمل حديثا بدأه معها آنفا: ألا تعرفينني؟ أنا علي الخضر، أنا زوجك، هل نسيتي؟ نطقه متثاقل. هل تستطيع النهوض؟ سألت مليكة. لم يجب. غاص من جديد فيما يشبه النوم. وضعت كفها على جبينه، ثم نزعت حذائيه، غطته وأغلقت باب غرفة النوم. عاودت قراءة الرسالة التي تنتهي بتوقيع عبد اللطيف. لعلها المرة الأولى التي تعلم فيها أن زوجها مغربي. لم تكن تشك يوما في أنه جزائري. والدها الذي زوجها له توفي دون أن يقول شيئا. ما كانت تعلمه أنه كان الولد الوحيد لوالديه اللذين ماتا في حادثة سير. حسب ما قاله فإنه وقتها لم يكن قد تجاوز 10 من العمر. كان انضباطه وقيامه بدور رب الأسرة على الوجه المطلوب مما صرف اهتمام مليكة عن النبش في ماضيه الأسري. تلك النهاية المأساوية لوالديه كانت رادعا لها. تتساءل في تلك اللحظات التي آوت فيها إلى نفسها عمن يكون علي زوجها منذ ما يقرب من 30 عاما. هل هو ذاك الرجل الودود والأب الحنون، أم هو قناع مجرد قناع يخفي وراءه شخصا مختلفا له ماض مريب؟ ترعبها الأسئلة. يرعبها أكثر الصمت الذي يلزمه علي. تذكرته. فتحت باب غرفة النوم فوجدته جالسا. تعالي، اجلسي بجانبي. لما اقتربت وهمت بالجلوس ضمها إليه، وقبل أن يرسلها رسم على جبينها قبلة.
سأحكي لك كل شيء، وما سأحكيه هو الحقيقة التي تثير لديك الظنون والريبة. أعلم أنك اطلعت على الرسالة. يغالب أنفاسه ويواصل: الذي بعث بالرسالة يقول إنه ابن شقيق علال رحمه الله، كان آخر من بقي من أشقائي. وكما قرأت في الرسالة فإنه أبلغني بأن إخوتي جعلوا لي نصيبا من الإرث الذي آل إلينا من والدنا بوزيان، الذي يعرفه الأقدمون من أهالي إمزور، وهي قرية في الريف في المغرب. يصمت قليلا، التقت نظراتهما، كانت عيناه تدمعان، لعلها المرة الأولى التي رأت فيها مليكة دموع علي. ثم استأنف: حين قلت لك صباح اليوم إنني ذاهب لمقابلة صديق قديم، فإنني ذهبت إلى البريد المركزي وأجريت مكالمة هاتفية مع عبد اللطيف الذي يقول إنه ابن أخي. قال لي إن والده أخي علال رحمه الله حكى له عن كل شيء. انتابه سعال، ناولته مليكة كوب الماء، هدأت أنفاسه ثم استأنف الحديث. كانت مترقبة كل تفصيل يفضي به. قال: إن سبب هروبه من إمزور أنه قتل شخصا عن غير عمد. صمت قليلا ثم قال: دافعت عن نفسي لأنه أراد أن يهينني. لم يفصل كيف حدث ذلك. واصل: ثم هربت لأن إخوته كانوا يبحثون عني لقتلي. من مدينة الحسيمة انطلقت إلى الناظور فالجزائر. تعلمت القراءة والكتابة في سيدي بالعباس، ثم جئت إلى وهران. صمت من جديد، ثم رفع بصره إليها، وجدها تنظر إليه وقد نزلت دمعتان على خدها. ارتسمت على شفتيه بداية ابتسامة، ثم قال: لقد أحببتك وما أحببت بعدك ولن أحب بعدك. عانقته بحرارة. أمسك عن كل خوض في الموضوع. مرت بضعة أيام ثم اقترحت عليه السفر إلى المغرب. فاجأته باقتراحها. الحدود البرية مغلقة، لا سبيل غير السفر جوا. تم الترتيب للرحلة، استغرق ذلك ما يقرب من 4 أشهر. وفي يوليوز من العام 2000 سافر على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى الدار البيضاء. ركب القطار إلى فاس، ثم حافلة إلى الحسيمة، المدينة التي عرفت فراره إلى الجزائر قبل أكثر من 40 عاما. تغيرت ملامحها، توسعت، صارت أجمل. كذلك عبر عن انطباعه لزوجته مليكة التي لم تكن قد غادرت وهران من قبل. في الفندق لمس حفاوة. صبح اليوم التالي اتصل بالرقم الهاتفي لعبد اللطيف. ألو عبد اللطيف. نعم، من معي؟ أنا عمك علي. كيف حالك؟ بخير. أين أنت؟ أنا في المنزل. وأنا في الحسيمة. قالها وضحك. يا مرحبا، سآتي إليك. دله على الفندق الذي ينزلان به. قال لمليكة إنه سيأتي بعد قليل. انتظر نحو ساعة قبل أن يرن هاتف غرفتهما. أخبرتهما موظفة الاستقبال بأن رجلا يدعى عبد اللطيف ينتظرهما. تساءل علي عن ملامح هذا الذي قال إنه ابن شقيقه علال. في المصعد النازل بهما من الطابق الثالث لم يتبادل علي وزوجته أي كلمة، هو الترقب. ثم توقف المصعد وانفتح الباب. وجد أمامهما شابا بشعر أشقر كما كان شعر علي أيام الشباب. هو علال، قال علي بلا تردد. تقدم نحوه. أنت عبد اللطيف؟ عانقه بحرارة وبكى. كانت موظفة الاستقبال ترقب ذلك المشهد المؤثر. قال له وهو يرسله: لو كنت صادفتك في الشارع من قبل لقلت أنت علال، تشبه والدك كثيرا يا عبد اللطيف. التفت. كانت مليكة تتابع بتأثر لحظة اللقاء الأول بين علي وابن أخيه. هذه مليكة زوجتي. تقدم إليها الشاب وقبلها على رأسها ثم على يدها. هيا لنذهب إلى المنزل. ثم استدرك: ولكنكما لم تحملا متاعكما. سنبقى في الفندق يا عبد اللطيف، لا تحرج نفسك. ولكن عبد اللطيف رد بنبرة فيها كثير من الإصرار:
والله لن أدعكما، ستذهبان معي وستقيمان في بيتي ما شئتما. استجاب العم علي. كانت سيارة عبد اللطيف مستوقفة غير بعيد عن مدخل الفندق. في الطريق إلى إمزور كان علي يسأل عن الأمكنة، ولم يكن يخفي انبهاره للتطور الكبير الذي شهدته المنطقة. ثم ظهرت العلامة التي تدل على دخول المجال الترابي لإمزور. لم يعد علي يسأل، التي كانت قريته الصغيرة صارت مدينة. سلك عبد اللطيف شارع البحرين، في منتصفه توقف عند بناية من 3 طوابق، لم يكن الطابق الثالث مكتمل البناء. هذا بيتي يا عم. رحبت زوجة عبد اللطيف بالضيفين ودلتهما على الغرفة التي خصصت لهما. علم علي فيما بعد أن عبد اللطيف يعمل مقاولا في البناء. مساء ذلك اليوم في الطابق الأول المخصص للاستقبالات والحفلات التقى بأبناء إخوته. كان عمهم الوحيد على قيد الحياة. كان حفلا كبيرا بدأ وانتهى بتلاوة القرآن والأمداح النبوية. في لحظة خلا فيها بابن أخيه سأل علي عن عائلة ذلك الذي قتله غير متعمد. علم أن لا أحد من إخوته بقي، ماتوا كلهم، ومن بقي في إمزور من أبنائهم لا علم لهم بالقصة أو هم يرونها من أساطير الأولين. سأله عن الذي دله على عنوانه واسمه العائلي. لم يكن سوى ذلك المغربي المقيم في فرنسا والمتزوج من جزائرية من وهران. قال عبد اللطيف إن الرجل استضافه في فرنسا قبل 3 أعوام، وإنه أخبره بأنه يشبه شخصا التقاه في وهران اسمه علي الخضر. إذ ذاك يقول عبد اللطيف: أخبرته بأن لي عما اسمه علي اختفى منذ سنين بعيدة، ويعتقد أنه استقر في الجزائر. أقر بأنه لما بعث بتلك الرسالة لم يكن يظن أن من الصدف ما يحدث خوارق.